تستعد الجزائر لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأقل من 17 سنة. هذه الألعاب التي ستنطلق في الفترة ما بين 29 أبريل الجاري و19 مايو. لكن في مثل هذه المناسبات يعود الجدل فيما يخص المغرب. عشنا المرحلة الماضية أو الفترة الماضية مع ما حدث مع كأس إفريقيا للمحليين، حيث أن المغرب حذر كل شيء وطالب برحلة مباشرة من الرباط إلى الجزائر، ولكن السلطات الجزائرية رفضت، مما أجبر الفريق المغربي الذي كان هو الفائز بدورتين على الغياب. واتخذت الإجراءات من طرف الكاف وأثبتت بأن المغرب كان امتنع، أن المغرب تعذر عليه المشاركة، وهذا فيه إدانة ضمنية للطرف الجزائري، وإن كانت الكاف لم تذهب بعيدا في هذه المسألة، وما زالت الأمور لم تصل إلى قرار نهائي إلى حد الآن حسب ما توفر لدي من معلومات، وإن كنت لا أتابع كثيرا الشأن الرياضي. مع هذه المناسبة عاد مجددا الحديث عن مشاركة المغرب، ومثلا أن مصدر مسؤول قال إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم متشبثة بمطلب الترخيص للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بالسفر إلى الجزائر عبر رحلة جوية مباشرة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا التي ستقام بالجارة الشرقية في الفترة ما بين 29 أبريل الجاري و19 ماي المقبل. وأشار المصدر الجامعي إلى أن المنتخب المغربي يواصل تحضيراته بمركز محمد السادس بالمعمورة في انتظار التوصل برد من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خلال اليومين المقبلين للحسم في مصير مشاركة منتخب الفتيان في نهائيات الكان بالجزائر. وأوضح المتحدث نفسه أن لقاء فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمنتخب أقل من 17 سنة قبل أيام وحثهم على تشريف الكرة الوطنية في نهائيات كأس إفريقيا بالجزائر جاءت في إطار تحفيز المجموعة في تربصها الإعدادي لتكون في أتم الجاهزية لأي مستجد يخص السفر إلى الجزائر، مردفا المغرب يطالب برحلة جوية مباشرة، وننتظر رد الكاف الذي ينسق مع السلطات الجزائرية في هذا الموضوع. وما زال مصير المشاركة المغربية في نهائيات كأس إفريقيا بالجزائر معلقا، رغم أنه لم تتبقى سوى 4 أيام على انطلاق المنافسة، علما أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فرضت على المنتخبات المشاركة القدوم إلى الجزائر قبل 5 أيام من موعد انطلاق المسابقة للخضوع لفحوصات الرنين المغناطيسي. ترى هل ستستجيب الجزائر أم أنها سترفض مرة أخرى؟ أمامها خيارين، إما الرفض أو الاستجابة. أنا أعتقد بأن هذا الرفض الثاني مع ما حدث من قبل سيعقد ملف الجزائر وسيضع الجزائر في حرج كبير، وأن هذه المرة لن تمر مرور الكرام. أنت تنظم مناسبات إفريقية، يجب أن تسهل للناس للدول المشاركة وفق الإمكانيات التي يرونها تناسبهم. أما يجي الفريق المغربي تقول له لازم تعمل دورة على الكرة الأرضية، ثم تذهب إلى الشمس، وبعد ذلك للقمر، ثم تمر على زحل، وبعد زحل ترجع للمشتري والزهرة، وبعد ذلك تجي للجزائر. فأعتقد أن هذا ما هوش منطق أصلا ولا يليق. فمن حق الفريق المغربي أن يمشي في طائرة مباشرة بما يكون راحة له وللفريق ولطاقمه. من المفروض حتى الجمهور المغربي يجب أن يشارك، ويجب أن تسهل له الظروف، سواء كانت عبر الحدود البرية أو عبر المجال الجوي. لكن الجزائر للأسف الشديد تريد أن تظهر أنها عادت بقوة عبر طبعا تسييس الرياضة، وحابين يعتبروا أن هذه المناسبات الرياضية معناها أن الجزائر عادت المشهد الدولي بقوة، وهو كلام فارغ حقيقة ولا معنى له، ولا تعني
أنك تنظم مناسبات رياضية أن الدولة كانت قوية، لكن عندما تكون الدولة قوية حقيقة على الأرض فإن هذه المناسبات تزيدها قوة وتستفيد منها. الجزائر نظمت ألعاب البحر الأبيض المتوسط ولم تستفيد شيئا، في حين الدول الأخرى عندما تنظم مناسبات مثل هذا النوع تستفيد من السياحة والعملة وتحرك سوقها التجارية وما إلى ذلك، بل أنها بعد ذلك تصير البلد آفاق لشركات ومؤسسات تصنع استثمارات بناء على ما رأت من مشاهد وما رأت من أمور متوفرة تشجع على الاستثمار في الجزائر. ولكن الجزائر صرفت أموالها ولم تستفد شيئا، ثم نظمت كأس إفريقيا للمحليين ولم تستفد شيئا. كل ما استفادته جابت حفيد نيلسون مانديلا ودارت في الافتتاح ودار كارثة بمعنى الكلمة، وأخذ أموال من الجزائر مقابل تلك المسرحية اللي دارها وفي إطار الحديث عن قضية الصحراء وفلسطين وما إلى ذلك من هذه المهرجانات التي تأتي على حساب خزانة الدولة الجزائرية. ترى هل أضافت شيئا لنزاع الصحراء أو لأطروحة الجزائر في الصحراء؟ لا شيء. هل أعادت البوليزاريو إلى المشهد الدولي؟ لا شيء. هل حررت فلسطين أو أعادت تأثير الجزائر في المشهد الفلسطيني؟ لا شيء. كل ما حدث أنه أملاوا له جيوبه وتنقل بطائرة رئاسية من العاصمة إلى مخيمات تندوف، ثم عاد مثقلا بالمال والهدايا إلى بلاده ينتظر فرصة أخرى كي يسوق بضاعته المزجاة على حساب آلام وآمال الجزائريين. الآن قلت لكم أمامهم خيارين، إما أنهم يسمحوا، وأعتقد أنهم إذا سمحوا هنا كيف يفكرون على حسب بعض المعطيات التي وصلتني، أنه يفكروا أنهم رضخوا. يقول لك المرة الماضية لم نسمح لهم، الآن إذا سمحنا لهم معناها رضخنا للمغرب، ومعناها رانا خايفين من العقوبات. أو أنه نرفض أيضا، قد نكون محل عقوبات، أنك مرتين تمنع فريق مغربي من المشاركة في مناسبة إفريقية بهذه الطريقة لن تمر مرور الكرام. ولكن على حسب بعض الأشخاص الذين يستمعون في جلسات في النادي الجيش وبعض الأماكن ويلتقون ببعض الناس، قال لي أنهم يميلون إلى أنهم يمنعوا المغرب من المجيء عبر طائرة مباشرة، وإن كانت هناك ضغوطات معينة من طرف الكاف. يقول لك نخسر ونصرف الأموال وعقوبات ولا يسجل لنا أننا رضخنا المغرب. يعني دولة تدير مناسبة من المفروض باش تجيب مستثمرين، إعلانات لبضائعها، تدير إشهار لنفسها، لا ما تديرش هكذا، تروح تجيب مناسبة مثل هذه تدفع فيها الأموال. أما إذا وافقوا فيقول لك هما منطقهم، هذا هو منطق العسكر، يقول لك أنه رضخنا المغرب، رغم أنه هذا ما عندوش علاقة بالأزمة القائمة ما بين النظام الجزائري والمغرب، ما عنده حتى علاقة. هذه مناسبة رياضية، الدولة الجزائرية تنظم هذه المناسبة، الفريق اللي جاي راهو فريق يمثل الشعب ويمثل الدولة، مش يمثل نظام راكم تقولوا رانا في خصومة معاه، فقط تسهل لهم الظروف، يفتح المجال الجوي، تفتح حتى الحدود البرية للمغاربة باش يجوا يشجعوا فريقهم. من المفروض هكذا، هذا هو الرقي، وهذا لا تراه في أنظمة يحكمها العسكر. لو كان أن عندنا نظام مدني لديه مؤسسات لتم مناقشة هذا الأمر، يناقش في ميزان الربح والخسارة. نحن قاطعين العلاقات مع المغرب، غلقين الأجواء، غلقين الحدود البرية، ما عندنا حتى علاقة بالمغرب، هذا الحدود رانا حولناها إلى حدود عسكرية، ولكن عندنا مناسبة رياضية. هنا يقول لك إذا منعنا هذه المناسبة، منعناهم من دخول المجال الجوي، قد نتعرض إلى عقوبات، والجزائر تزيد تفقد حظوظها في تنظيم دورات رياضية أخرى ومناسبات إفريقية من المفروض راهي مناسبات للكسب واستفادة المواطن. أنت كي تنظم مقابلة في مدينة ويجوا الجماهير، التاجر يستفيد، المطعم يستفيد، صاحب التليفون بائع التليفونات يستفيد، كل الشركات تستفيد من هذه الجماهير التي تأتي. الجزائر ما يفكروش في هذا، يفكروا بأنه هذه مناسبة رياضية خليها نستغلوها باش نطبلوا التبون، وتبون راح يروح العهدة ثانية وإنجازات وهمية وخلينا نظهر ورانا خير من المغرب، وكلام فارغ. هذا لا يمكن أن يقدم أو يؤخر شيئا، لا يمكن أن يقدم أو يؤخر شيئا. أما قضية لو وافقوا لهم، أنا أعتقد بأنه هذا الأفضل. هذا الأفضل، لا تأخذ الأمر على أساس أنه رضخت. هذا فريق وهذه عنده مسؤولين، اشترطوا أنهم يجوا في طائرة للمشاركة في هذه المناسبة الرياضية، تفتح له المجال.
هذا التزام. أما أنك تخل بالتزام ومعليش خلي تعرض للعقوبات وأي شيء من هذا القبيل وما يهمك خزانة الجزائر راهي فيها الأموال، فأموال هذه مش ملك تبون ولا ملك شنقريحة ولا غيرهم ولا ملكي أنا، هي ملك الشعب الجزائري، ولا يجب أن يصرف في أي شيء من دون المرور من المفروض على مؤسسات. ولكن أنك تروح تعمل أعمال وتسبب، ربما تسبب في عقوبات، نقول ربما تتسبب في عقوبات وغرامات وتدفعها، فأعتقد من المفروض تدفع من جيب شنقريحة والجنرالات والجيب تبون، رغم أن جيوبهم أصلا مليانين بأموال الشعب الجزائري ولا يوجد شيء ملك والديهم كما يقال. المهم